النهاردة هنكمل باقي النقاط اللي المفروض نعملها لو ابننا تعرض لتحرش لا قدر الله. سادس نقطة، مهم جدا انك تكون مكون علاقة صداقة مع ابنك، والأهم انك توضح له انك هتكون داعم أول دايما ليه، وعرفه مين الناس اللي لازم يلجأ لهم فورا لو حصل وحد لمسه لمسة سيئة أو لمسة مش مرتاح لها. فهتوضح له وتقول له لو حد حاول يعمل كده معاك أو حاول يلمسك لمسة سيئة لازم تيجي تقولي فورا، أو تقدر تقولي الميس بتاعتك وقتها واحنا أكيد هنحميك وهنهتم بيه. 7، مهم جدا تعلميه ازاي يحمي نفسه ويتصرف ازاي بالظبط في موقف التحرش، فهتأكد معاه على درس الفرق ما بين اللمسة الطيبة واللمسة السيئة، ومين الناس اللي مسموح لهم باللمسة الطيبة. الدرس ده المفروض تكوني معلماه لابنك من عمر 2 سنين، وفي الموقف ده هتأكدي عليه وتقولي له لو حد حاول يلمسك لمسة سيئة بص في عينه جامد وصرخ وزقه واجري بسرعة عليا أنا أو الميس بتاعتك وقول لنا فورا، ولو أنا أو الميس ما كناش موجودين اجري بسرعة على أي حد كبير جنبك وقول له على طول، ووضحي له إن كده الشخص دوت هيخاف وهيبعد، وانتوا هتيجوا على طول عشان تساعدوه وتحموه منه. وانا بفضل انك تمثلي الموقف دوت مع ابنك وتعيديه كذا مرة في البيت لغاية ما يألفه ويقدر يعمله بسهولة ويثق بنفسه انه يقدر يعمله في الواقع لو تعرض ليه. 8، مهم جدا انك ما تحاوليش تزرعي في دماغ ابنك افكار ما كانتش في باله بسبب ان انت خايفة عليه اكتر من لازم. صحيح انت هتفهميه ازاي يواجه التحرش، ولكن من غير ما تلفتي نظره للأمور الجنسية أو تسألي أسئلة مبالغ فيها بشكل أكتر من المعقول أو الطبيعي. احرصي دايما إن تعاملك وأسئلتك تكون بشكل طبيعي، وفي النهاية حاولي بعد الموقف ده تكون عينك على الطفل وبتراقبيه دايما باستمرار طول الوقت من غير ما ياخد باله. راقبي مشاعره وتصرفاته والتغيرات اللي طرأت عليه، وهل هي فعلا خدت وقت بسيط وراحت ولا لسه مستمرة معاه. ولو لاحظتي أو حسيتي إنه لسه محتاج لمساعدة وإنه مرجعش يتعامل بشكل طبيعي، هنا ما تتردديش لحظة إنك تلجئي للمختص يساعده في مشكلته. أشوفكم على خير الحلقة الجاية.